السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم فيديو جديد. لو عندك مناسبة سعيدة، خطوبة، فرح، كتب كتاب، اي حاجة كده ومحتارة تلبسي ايه انت والاطفال، تعالوا كده اديكم فكرة من تحضيراتي للمناسبة بتاعتنا. أول حاجة كده هنبدأ ونقول بسم الله، وزي ما انتوا شايفين كده معانا هنا أول طفل جايبين له هنا البليزر الجميل ده. لو انت مش حابة ان انت تنسقي له البليزر، ممكن في سديري بيبقى كت كده على شميز ابيض وبنطلون جينز ومعاه كوتشي ابيض كده، يبقى تحفة الصراحة. لو انت حابة ان انت تنسقي له البليزر زي ما انت شايفة البليزر تحفة وبيتكلم عن نفسه كده مع شميز ابيض وبنطلون جينز وبرده الكوتشي يبقى ابيض، هيبقى خطير. فلو انت مش متاح عندِك بليزر أو متاح عندِك سديري، ممكن تختاري له شميز كده على بنطلون جينز برضه وكوتشي أبيض، ويروح بيهم المناسبة وهيبقى شيك جدًا إن شاء الله. وزي ما أنتم شايفين لو هو طفل بيرضع ممكن تختاري له سالوبيت ومعاها الشميز. فزي ما أنتم شايفين هنا الطفل عندنا البليزر ده كحلي في اسود، فاخترت ان انا انسق معاه بنطلون اسود جينز، والكوتشي طبعا يبقى ابيض بحيث ان هو ينور كده الطقم من تحت. وزي ما انتم شايفين القميص الابيض منور البليزر، فكان الطقم ده تحفة ان شاء الله وهيعجب الاطفال باذن الله وهيبقى شيك قوي في اللبس. وعندنا طبعًا الفساتين بتاعة البنوتة زي ما أنتم شايفين كده، في ألوان كتير طبعًا اختاري اللون اللي يريحِك، بس أنا حبيت إن أنا أدّي لِك كده فكرة عن الفساتين اللي إحنا حضّرناها للمناسبة بتاعتنا. فزي ما أنتم شايفين كده آدي ده تاني فستان أو تاني طقم معانا، فيه لمعة كده وفيه ترتر خفيف لو أنتِ شايفاه كده أو الكاميرا ظاهراه، وطبعًا ده حزام على الوسط وبينزل كده بوسع من تحت، وفي طبعًا الشيفون من تحت ده بيدّي له كده شكل جميل الصراحة، والسوستة من ورا طويلة بحيث إن الطفل يلبسه بكل أريحية من غير ما يتعبوا. طبعًا الألوان حسب الاختيار، فأنا باورّي لِك الموديل ينفع لطفل عنده 5 سنين، طفلة 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، آخره كده 7 سنين، ما بعد كده يبقى أشكال تانية طبعًا. وزي ما أنتم شايفين لو عندِك بنوتة كده لسه 10 سنين أو 11 سنة، الفستان الجميل ده هيبقى تحفة الصراحة. الفستان ده قَط كده وفيه كولة، وطبعًا فيه سوستة من ورا كده بحيث إن هي أنتِ بعد ما الطفلة تلبسه تقفليه كده ويبقى مقاسها مضبوط، ونازل على وسع وفيه فتحة طبعًا، وهتلبس على كوتشي أبيض أو باليرينا أو صندل. بس طبعًا أنا أفضّل الكوتشي بحيث إن الكوتشي يرفع لِك الفستان وما يخلّيش الطفلة تدوس عليه وهي لابساه. وزي ما أنتم شايفين كده برضه اللون الأسود طالع موضة وtrend تحفة في اللبس، وفيه اللمعة دي مخلّياه خطير. تالت فستان هنا عندنا لو عندِك بنوتة كده محجبة جميلة كده، يالّا كده جرّبي لها الفستان الpink ده. الصراحة التفصيلة بتاعته تحفة، تحفة في اللبس وشكله جميل جدًا. هنا الجزء اللي من فوق زي ما أنتم شايفين كده اللمعة اللي فيه محلياه، وهنا الستان من تحت، الستان ده تقيل مش اللي هو الستان الأرماني الخفيف ده اللي بيلزق، لأ، الستان ده ستان تقيل محمّل، فما بيلزقش كده وبيبقى مدّي آآ شكل وقيمة كده للفستان. زي ما انتم شايفين هنحضر له طرحة طبعا نفس اللون البنك اللي من تحت كده، ويبقى ده الفستان بتاع تالت بنوتة معانا. بيبقى الصراحة تحفة في اللبس. فطبعًا لو أنتِ عندِك أفكار تانية أو هو مالوش أي طرحة تاني يتلبس غير يبقى نفس لون الفستان بيبقى شكله شيك جدًا، لكن لمّا نحط طرحة مختلفة بيدّي لون كده ويخلّي الفستان رايح في حتة تانية مش متناسق. فأنا قررت إن أنا أخلّيها تلبس الطرحة نفس لون القطع البينك اللي من تحت، كان تحفة الصراحة وخطير. تالت فستان الفستان اللي معانا ده زي ما انتم شايفين كده اللون الفيروزي، مش عارفة واضح عندكم والّا لأ. اللون ده طالع ترند كده وطالع موضة السنة دي، فلو أنتِ عندِك مناسبة ما تتردديش إن أنتِ تشتري الفستان ده أو تأجري الفستان ده أو يكون عندِك الفستان ده. اللون بتاعه خطير الصراحة، وبيبقى لمّا أنتِ تعملي الmakeup بنفس لون الأزرقات بيبقى خطير. زي ما أنتم شايفين كده الفستان يا دوب simple ما فيهوش أي حاجة، يا دوب حزام من على الوسط كده بيتربط ورا فيونكة، وطبعًا نازل على وسع
الوسع بتاعه بيدّي له شكل خطير في اللبس، وطبعًا هو بما إن هو سادة، فأنا كنت محتارة إن أنا ألبس عليه كوليه والّا ألبس سلسلة رفيّعة صغيّرة والّا سلسلة كبيرة. فأنا هاورّيكم الإكسسوارات وهاقول لكم أنا اخترت إيه في الآخر وكان إيه أحلى حاجة عليه، وإن شاء الله الأفكار بتاعتي تعجبِك. زي ما أنتم شايفين كده، فلازم زي ما أنتم شايفين كنت محتارة ما بين السلسلة دي طالعة ترند، طالعة لونها دهبي كده، بتبقى هي قطعة واحدة طويلة وأنتِ بتتنيها نُصّين، جزء على الرقبة والجزء التاني نازل كده بالطول على الصدر. وطبعًا اشتريت الفستان نفس الطرحة نفس لون الفستان عشان تبقى كده مديّة شكل جميل. وطبعًا كنت باورّي لكم هنا الكوليه والسلسلة، بس اخترت في الآخر السلسلة لإن هي طالعة ترند وكان شكلها جميل في اللبس وكانت منوّرة الفستان. زي ما أنتم شايفين الmakeup اللي اشتريته للمناسبة، أول حاجة لازم يكون عندِك eyeliner. الeyeliner بيوسّع العين وبيدّيها جمال كده تحفة الصراحة، ولازم أي مناسبة تحطّي الeyeliner. وزي ما أنتم شايفين اشتريت الماسكارا الجميلة دي 3 في 1. الصراحة بتغنيكِ إن أنتِ تركّبي رموش أو تشتري رموش، بتبقى بتكثّف لِك الرموش وتتقّلها. هنا معانا طبعًا روج ثابت وطبعًا روج مَط، فأنا قررت إن أنا أشتري الاتنين وأحطّهم فوق بعض. الروج المَط ده هاحطّه كده وبعدين أحط الروج الثابت فوقيه عشان بيدّي لمعة للروج ويبقى شكله جميل. تاني حاجة معايا هنا أو رابع حاجة الكونسيلر الجميل ده ما تستغنيش عنه، تشتري الكونسيلر المَط ده بيبقى نوعين، النوع التاني سائل وده مَط بيبقى سهل إن أنتِ تفرديه كده تحت العين بحيث لو عندِك هالات سودا يخفيها لِك أو عندِك أي حاجة كده في البشرة عايزة تخبّيها ممكن تحطّي كده حبّة عليها من الكونسيلر ده، طبعًا بعد ما نحط البودرة المائية أو كريم الأساس بتاعنا. أحسن بودرة مائية أنا أنصحِك بيها إن أنتِ مَيّة السينما أنا باستخدمها طبعًا، مَيّة السينما معروفة سواء روج سواء بودرة سواء باودر بتبقى تحفة الصراحة. وزي ما أنتم شايفين أنا كنت باورّيكم الhighlight بتاعي، زي ما أنتم شايفين كده أنا باحب الhighlighter ده اللي هو الدرجة اللي في النُص، درجة فاتحة بتدّيكِ درجة جميلة، أمّا البُنيات أنا ما باحبهاش الصراحة بس اشتريتها عشان الدرجة اللي في النُص، جرّبتها وكانت تحفة بتدّيكِ شكل رقيق كده وبسيط وكأنِك وشِّك ناضر كده مش وفيه لمعة، مش إن أنتِ حاطة highlighter ولا أي حاجة. فزي ما أنتم شايفين لازم يبقى معاكِ حبّة الmakeup دُولة هينفعوكِ في أي مناسبة. فطبعًا الmakeup ده حاجات بسيطة يا دوب eyeliner روج ثابت، روج خفيف، ولو عندِك طبعًا باقي حاجات موجودة عندِك، إحنا الحاجات دي هنستعملها في المناسبة وبعدين هنستعملها طبعًا في البيت. زي ما أنتم شايفين أنا حبيت أورّي لكم قد إيه الماسكارا جميلة وادّتني نتيجة جميلة، لو أنتِ حابة تصوّري الاسم بتاعها وتجيبي نفس الماسكارا، الصراحة خطيرة وما بتسيحش وما ييجي عليها مَيّة بتفضل كده ثابتة على الرموش، أفضل من إن أنتِ تركّبي رموش طبعًا بتبقى تقيلة على عينيكِ وأنتِ بتفتحي وتغمضي كده، فبتبقى بايخة الصراحة. أمّا الماسكارا بتدّيكِ تُقل وطول تحفة الصراحة. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم أو استفدتوا بأي حاجة، ما تنسونيش باشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة.